أعزائي طلاب الصف السابع، اليوم درسنا من الوحدة الأولى الأعداد والعمليات. رح ناخد عن الأعداد الصحيحة ضربها وقسمتها. منبلش أولا بالضرب. الضرب عنا قاعدة أساسية كتير منشان نعمل ضرب أي عددين صحيحين. القاعدة بتقول لإيجاد ناتج ضرب عددين صحيحين أول شغلة بعملها بضرب العددين دون النظر إلى إشارتهم. بعدين إذا كان العددين لهم نفس الإشارة بيكون الناتج إشارته موجبة، وإذا كان العددين من إشارتين مختلفتين بيكون الناتج إشارته سالبة. خلونا ناخد أمثلة لنفهم أكتر. عندي -4 ضرب -5. عندي العددين اثنيناتهم من نفس الإشارة ناقص. أول شغلة بعملها مثل ما قلنا بضرب العددين دون النظر لإشارتهم. 4 ضرب 5 بيساوي 20. بعدين بقول إنه العددين اثنيناتهم من نفس الإشارة، اثنيناتهم إشارتهم ناقص، فمعناتها إذا كانوا العددين من نفس الإشارة بنحط إشارة زائد بالمجموع، بالجواب عفوا نحط إشارة زائد. خلونا ناخد مثال تاني. -7 ضرب -2. أول شي 7 ضرب 2 بيساوي 14. بعدين ننظر إلى الإشارة، العددين من إشارتين مختلفتين ناقص وزائد، معناته الجواب رح يكون إشارته سالبة. إذا كان العددين من إشارتين مختلفتين الجواب بيكون من إشارة سالبة، نحط قدام 14 ناقص. كمان عندي -6 ضرب -2. 6 ضرب 2 12. العددين إلهم نفس الإشارة، فإذا الإشارة هون بالجواب موجبة. 5 زائد 5 ضرب -5. 5 ضرب 5 25. العددين من إشارتين مختلفتين، فإذا بحط إشارة سالب. خلونا ناخد شوية خواص عن عملية الضرب. أولا الضرب هو عملية تبديلية، يعني إذا أنا عندي عددين A و B عددين صحيحين ف A ضرب B بيساوي B ضرب A. مثال عن هالحكي -7 ضرب -5. تعالوا نطالع الجواب. 7 ضرب 5 35 ناقص وزائد إشارتين مختلفتين، فإذا ناقص 35. هلأ بناخد المعاكس له زائد 5 ضرب ناقص 7. 5 ب7 35، وكمان عندي العددين من إشارتين مختلفتين إذا ناقص 35. بنلاحظ إنه هذا الجواب نفسه هذا الجواب، إذا الضرب عملية تبديلية لأنه A ضرب B بيساوي B ضرب A. نشوف إذا الضرب تجميعي، هل هو عملية تجميعية؟ إذا عندي 3 أعداد A ضرب B ضرب C، فيني أنا أخذ أول عددين أضربهم ببعض والجواب أضربه بالعدد الثالث، أو فيني أخذ العددين الثاني والثالث أضربهم ببعض والجواب أضربه بالعدد الأول. خلونا ناخد مثال عن هالحكي. عندي أنا الأعداد -5 ضرب -3 ضرب -2. فيني أنا طالع أول عددين مثل ما شايفين حاطة هون قوسين، راح طلع أول جواب للعددين الأول والثاني وبعدين أضربهم بالعدد الثالث. -5 ضرب -3، طبعا 5 ب3 15 والإشارة سالبة لأنه العددين من إشارتين مختلفتين مثل ما قلنا. هذا الناقص 15 بدي أرجع أضربه بزائد 2 بالرقم الثالث. ناقص 15 ضرب زائد 2، هلأ 15 ب2 بيساوي 30 ناقص وهون زائد عندي معناتها ناقص. هلأ بناخد العددين نفسهم الأعداد، بس أولا راح طلع أنا العددين الثاني والثالث بضربهم مع بعض وبضربهم بالأول وبشوف إذا الجوابين متساويين أم لا.
العددين الثاني والثالث من هن زائد 3 ضرب زائد 2. 3 ب2 6 زائد، وهذا زائد معناته زائد 6. هالزائد 6 بدي ارجع اضربها بالعدد الاول اللي هو ناقص 5. 5 ب6 30 ناقص. هلأ الخاصية الثالثة اللي عنا، إذا كان عندي أي عدد صحيح فإن ناتج ضرب A بالصفر بيساوي صفر. يعني A ضرب صفر بيساوي صفر ضرب A، لأنه تبديلي مثل ما قلنا الضرب بيساوي صفر. معناته ضرب أي عدد صحيح بالصفر بيساوي الصفر. طيب إذا ضربت أنا أي عدد صحيح بواحد بالعدد واحد، ضرب أي عدد صحيح بالعدد واحد بيساوي العدد نفسه. يعني A ضرب واحد بيساوي واحد ضرب A بيساوي A. خلونا ناخد شوية أمثلة لنفهم أكتر. عندي أنا صفر ضرب زائد 5. قلنا ضرب العدد الصحيح بالصفر بيساوي الصفر. أي عدد صحيح أضربه بالصفر بيساوي الصفر. معناتها زائد 5 ضرب صفر بيساوي الصفر. طيب إذا ضربت أنا زائد 64 بواحد، ضرب العدد الصحيح بالواحد بالعدد واحد بيساوي العدد نفسه. 64 ضرب واحد بيساوي 64. هلا عندي أنا هون ملاحظة هامة، خلونا نشوف شو هي. لإيجاد إشارة ناتج جداء عدة أعداد صحيحية. يعني أنا عندي أكثر من عدد 3 4 مثلا أيا كان. شو بنعمل نحن حتى نشوف إشارة الجواب اللي عندنا الناتج؟ فأول شيء بنعد الإشارات السالبة. إذا كان عددها زوجي بيكون الجواب موجب، وإذا كان العدد فردي بيكون الجواب سالب. خلونا ناخد أمثلة لنفهم شو المقصود بهالحكي. أنا عندي هون ناقص 5 ضرب زائد 2 ضرب ناقص 3. عندي أنا 3 أعداد بدي أضربها ببعضها. شو بعمل؟ بدي أشوف أنا إشارة الجواب هل هو سالب أو موجب. حتى نعرف هالشي بنعد الإشارات السالبة. كم إشارة سالبة عندي؟ عندي الناقص 5 إشارته سالبة والناقص 3 إشارته سالبة. معناتها عندي هون 2 عددين إشارتهم سالبة. الاثنين هو زوجي عددين، معناتها عدد الإشارات السالبة زوجي. فوقت بيكون العدد زوجي بيكون الجواب إشارته موجبة. بيكون الجواب إشارته موجبة. بعدين بضرب الأعداد عادي. 5 ب2 10، 10 ب3 30، معناتها بيطلع معي زائد 30. خلونا ناخد مثال تاني. ناقص 2 ضرب ناقص 7 ضرب ناقص 3 ضرب زائد 1. كم إشارة سالبة عندي أنا هون؟ عندي 1 2 3، 3 أعداد إشارتهم سالبة. 3 أعداد معناتها عدد الإشارات السالبة فردي، 3 فردي، فمعناتها الجواب رح يكون سالب. هلأ بجي بضرب أنا عادي. 2 ب7 14، 14 ضرب 3، 14 ب3 42، معناتها الجواب ناقص 42. الكتابة المختزلة للضرب. إذا جاء بعد إشارة الضرب حرف أو قوس فينا نستغني عن إشارة الضرب. شو معنات هالحكي؟ خلونا ناخد شوية أمثلة لنفهم أكتر. ناقص 5 بين قوسين ضرب زائد 8 بين قوسين. بدي اختزل أنا من هالكتابة كلها، فبلاحظ إنه إجا بعد إشارة الضرب أقواس، لهيك أنا فيني شيل إشارة الضرب. فبصير عندي هون ناقص 5 ضرب زائد 8 بس بلا ما أحط إشارة الضرب، حطيتهم بس ضمن الأقواس. عندي ناقص 15 ضرب A، إجا بعد إشارة الضرب حرف، فكمان أنا فيني شيل هون إشارة الضرب وبكتبها فوق ناقص 15 A، وهيك بفهم إنه هال 15 مضروبة الناقص 15 عفوا مضروبة بالA. عندي هون أنا كمان عندي بين قوسين x زائد 2 مضروبة ب9. فيني شيل هي إشارة الضرب وبصير اكتبها بهالشكل 9 بفتح قوس x زائد 2 وبسكر القوس. هيك بعرف إنه 9 مضروبة بالx زائد 2. هلا
خلونا ناخد شوي عن القسمة. القسمة كتير مشابهة للضرب، بس في شوية اختلاف. هلأ بنقول وين. لإيجاد ناتج قسمة عددين صحيحين، أول شي مثل ما تعلمنا بالضرب، نقسم العددين على بعض دون النظر إلى إشارتيهما، بشرط، هون عندي شرط كتير مهم، إنه يكون المقسوم عليه غير معدوم، يعني ما بيساوي الصفر. من هو المقسوم عليه؟ مقسوم عليه يعني العدد اللي بيكون بالمقام اللي أنا بدي أقسم عليه. يعني أنا ما فيني أقول 5 على صفر أو 5 تقسيم صفر، هذا خطأ، لا يجوز. لا يجوز إني أكتب 5 على صفر. لا يجوز إني أقول 7 تقسيم صفر، المقسوم عليه ما لازم يكون معدود، معناته هذا كمان خطأ، لا يجوز. 7 تقسيم صفر هي كتابة خاطئة. فمعناته أنا فيني أقسم أي عددين مع بعضهم، بس بشرط إنه ما يكون العدد اللي بدي أقسم عليه هو الصفر. أول شي أنا بقسم العددين، بحط الجواب، بعدين بطالع الإشارة. كيف بدي طالع الإشارة؟ مثل ما عملنا بالجمع، إشارة الناتج بتكون موجبة إذا كان العددين لهم نفس الإشارة. يعني إذا أنا عم أقسم ناقص 48 على ناقص 6، العددين لهم نفس الإشارة. أولا أنا بقسم 48 على 6 هي 8، واثنيناتهم لهم نفس الإشارة، معناتها إشارة الناتج موجبة. هل عندي أنا هون زائد 6 تقسيم زائد 2، 6 على 2، 6 تقسيم 2 3، واثنيناتهم لهم نفس الإشارة، معناتها الإشارة موجبة، إشارة الناتج موجبة. طبعا أنا هون فيني أكتب بطريقتين، فيني أكتبهم على شكل كسر، هذا يعني قسمة، وهذا كمان فيني أكتبه وأحط عملية هون القسمة، اكتب تقسيم كذا، معناته أنا في له شكلين للقسمة. هلأ إذا كان العددين اللي عندي كانوا من إشارتين مختلفتين، فالناتج بيكون إشارته سالبة. مثال ناقص 63 على 7، على 7 يعني على زائد 7، وقت ما بيحطوا قدام العدد إشارة معناتها العدد بتكون إشارته موجبة. اثنيناتهم إشارتهم مختلفتين بالإشارة، واحد سالبة واحد موجبة. 63 على 7 منقسمة هي 9، والعددين من إشارتين مختلفتين، معناتها عندي الجواب ناقص 9، بحط إشارة ناقص لأنه العددين من إشارتين مختلفتين. كمان إذا أخذنا العملية هاي، ناقص 15 تقسيم زائد 3، بنقول 15 تقسيم 3 5، والعددين من إشارتين مختلفتين، ناقص وزائد من إشارتين مختلفتين، معناتها بحط إشارة الناقص. عندي ملاحظة هامة، قلنا عملية القسمة بتختلف عن عملية الضرب. بشو بتختلف عنا؟ بتختلف عنا إنه القسمة معنا لا عملية تبديلية ولا عملية تجميعية، بعكس الضرب اللي كان عملية تبديلية وعملية تجميعية. ولهون بنكون خلصنا درسنا. بشوفكن درس الجاي، وإلى اللقاء.